وبطاقتان صفراوان للإنتاج، بطاقة للأهلي. وادي هنا ضربة جزاء يحتسبها حكم اللقاء لصالح مانجا في أول اختراق وانطلاق من ناحية اليمين، ورايحين على طول. ادي عمرو جمال بيهنيه، إنما حكم اللقاء وبيدي إنذار لعمرو فهيم. بطاقة صفراء لعمرو فهيم، هي الثالثة إذن في البطاقات الصفراء لفريق الإنتاج. ضربة جزاء عرقل احمد نبيل مانجا داخل عبد الله السعيد. هنشوف عبد الله في مواجهه نادر سعد ما الذي سيحدث. ادي عبد الله السعيد في محاوله مع الدقيقه 68 دقيقه شر، والسعيد يسكنها الشباك وسجدة شكر يعلن بها تقدم النادي الاهلي بهدف وحيد. هو كان صاحب الهدف الاخير للاهلي في الانتاج الحربي في الموسم الماضي، لكن مع الدقيقه 69 يحرز عبد الله السعيد هدف من ركله جزاء يشعل هذا الهدف اللقاء من وجهه نظري، لان فريق الانتاج الحربي كان ماشي بشكل جيد بالمباراه، منتشر ومستحوذ. وادي محمد يوسف يلتقط انفاسه، بيجيب الكرة، بيستخلص الاهلي الكرة بسرعة شديدة في الشوط الثاني، فدي عاملة شكل حلو. الجول الثاني ابن الالومنيوم القادم من اقصى صعيد مصر عمرو جمال يحط بصمته ويأكد. السنة اللي فاتت جاب جول يا جماعة في غزل المحلة في مباراة عصيبة 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 في توقيت قاتل. ادي طارق سليمان فرحان، واكيد احمد ايوب، واكيد علي ماهر، واكيد محمد يوسف دخل في توقيت قاتل، خطف الكرة من قدام مدافع، من قدام عمرو ومن قدام نادر. شوفوا نادر يعني بيكظم غيظه، يعني زي ما بيقولوا ايه، ضاغط على اسنانه زي ما انتم شايفين. لقطه في غنى عن التعليق، لكن اللاعب صاحب المهاره، اللاعب الصاعد الواعد صاحب الحماس، بيحط نفسه صح ويحرز الهدف بشكل جميل قبل نهايه المباراه ب8 دقائق. قبل نهاية المباراة ب8 دقائق، يعني في الدقيقة 37 عمرو جمال يطمئن مدربه وجمهوره وعشاقه، لأن كان في دقيقتين 3 قبل اللقاء قبل الجول.